كالبدر تحف فيه الأنجم وانصار شلون بدور حفت بي، شلون بدور حفت بي، والنعم هو وانصار وحده حسين مسلم ليش وانصار دقعد يا حبيب وشوف وين صار الونهار؟ راح نجي بعد ما احنا وانا ويليها اويلي شلون بدور حفت بي وانصار والله وحده حسين يا أبا عبد الله، والله وحده حسين مسلم ليش وانصار والله دقعد يا حبيب وشوف وانصار وين الونين وين والله بخيام العقيلة الفاطمية، والله بخيام العقيلة الفاطمية أوالي قضوا حق عليهم دون الخيام دون الخيام والله ولا خلوا خوات حسين، والنعم والله ولا خلوا خوات حسين تنضام والله ولا خلوا خوات حسين تنضام أويل وقعوا من تفايض منهم الهام الهيام وهو وما هو النجم من خار، والله هو وما هو النجم من خار. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تحمل هذه الآية المباركة
حالة من الحالات التي ولدها النبي الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وتقول هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في الواقع تقول الآية المباركة: من المؤمنين. المؤمنون هنا في هذه الآية هم الذين آمنوا بالله وبرسوله وتعهدوا بأن يحموا الدين وأن يثبتوا على تحمل المخاطر. لأن في الواقع الدين الإسلامي محفوف بالمخاطر منذ أن بدأ إلى يوم الفتح. المخاطر كانت واضحة وعلى الأبواب، فلذلك هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله وأن يثبتوا بكل ما عندهم من النفس والجسد والمال والأهل وكل شيء. من المؤمنين رجال. الآية تقول رجال بالواقع، لأن القضية هي اللي دارت في الحرب في الأحزاب وغير الأحزاب، وما دارت الحروب مع النبي الأعظم هم من؟ هم الرجال. فعبرت الآية بالرجال، لأن بالواقع حادثة اقتصرت على الرجال. بس هذا ما يعني أن تخرج النساء من هذا القضية، لا. لأن في الواقع المسألة تقول من المؤمنين رجال صدقوا، تنقل حادثة معينة عن صفة هؤلاء الرجال. إذا النساء يدخلون يتلبسون بهذه الصفة فطبعا سيصلهم الأجر والمدح. شايف؟ لأن في الواقع الآية المباركة ما جاي تخصص شيء بمقدار ما تذكر وصف من المؤمنين. من المؤمنين ماكو إشكال، المؤمنون رجال والنساء. من المؤمنين رجال، شنو ذول الرجال؟ ايش بيهم؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كان عندهم عهد أن لا يولون الأدبار، أن يدافعون عن الدين، أن يبذلون أنفسهم ضد النبي الأعظم إلى غير ذلك، يهاجرون أينما يمضي الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله، ويدفعون المخاطر. هاي العهود ذول اللي تلفظوا بها وآمنوا بها. وحتى إحنا المسلمين هم عندنا عهود. إحنا عندنا عهد مع الله جل وعلا، الذي يؤمن بالله وبرسوله وبالقرآن وبأهل البيت سلام الله عليهم. هذا الإيمان يكون له خطوات، هذا الإيمان يكون له آثاره. أما إيمان لقلقة لسان هذا خطأ، لقلقة لسان ما تنفع. شايف شو يقول الإمام سلام الله عليه؟ يقول شيعتنا من اتقى الله. هذا التقوى مقرونة بالعمل. هسه قد نمر خلال إذا صار عندنا مجال نمر على بعض الفقرات المهمة. على العموم فهذه الصفة صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه وارتحل إلى الله، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بقوا ثابتين على من؟ على هذا المبدأ. هذا هو الواقع. خلينا نشوف. أنا في الواقع من الأمس بقت نقطة معينة وهي قد تلتقي ويا نقطة اليوم أيضا ماكو إشكال. في الواقع نحن نمر في هذا العالم المنفتح الآن. هناك مسألة مهمة تتعلق هم بصنع المجتمع وهم بصنع الرجال، ألا هي الإعلام والميديا. هاي مسألة جدا مهمة. والإعلام طبعا ينقسم إلى قسمين. مرة يكون هذا الإعلام يومي، إعلام توجيهي باستمرار، وهذا بالواقع ما نجحت به مؤسسات إعلامية مشهورة معروفة وما نكون داعي نطرق الأسماء. ومرة عندنا إعلام هادف، إعلام يستهدف قضايا معينة، سواء كانت هذه القضايا محقة غير محقة هذا مو مهم. المهم أن نفهم الآلية التي يستهدفها ذلك الإعلام. نحن في الواقع كمجتمع وحتى الأسرة هم تعيش تحت ضغط إعلامي. شلون؟ أنا أنطيك بالواقع الأسرة هاي اللي بيها 3 أولاد و4 أولاد، هاي الأسرة مولانا الأب والأم يعتبرون قنوات إعلامية لهذه الأسرة. ما ينقله الأب ما ينقله الأم
يعلق وين؟ في ذهن الأطفال. الطفل قد ما تكون عنده ردة فعل لأن ما عنده برمجة، لأن الطفل ما عنده آليات إخراج فعل، لأن بعده إما يخاف من أمه، يخاف من أبوه، يخاف من بيته، أو بعده شنو؟ عنده عامل الخجل يأخذه، عامل الخوف، الترقب، تبقى خزين في داخله. من بعد ذلك ينفجر هذا الخزين. لذلك عندنا بعض الآباء وبعض المجتمعات يتفاجئون من تغير الناس. أنت ليش تتفاجئ من تغير الناس؟ تتفاجئ من تغير الناس، هذا التغير له مبادئ، لكن أنت قد ما فهمت هذه الأساليب من الصغر. شفت له؟ لا، هاي المشكلة. يعني أعطيك مثال عمر بن سعد. هذا عمر بن سعد هذا شذوذه وخروجه عن الخط وذهاب إلى حرب الحسين سلام الله عليه، هذا خب ما نشأ في الفراغ، خب ما نشأ من أوامر مجردة، لا، خب غير الأمر ما امتثل. هو ليش امتثل؟ لأن عنده نزاعات، عنده عقد في داخل نفسه نشأت من الصغر وعاش في محيط هذه العقد سيطرت عليه فانحرف إلى اتجاه حرب الحسين سلام الله عليه. كذلك المسائل هكذا تنشأ. إذن هذا مهم. وبالواقع أنا أشوف يعني إحنا ما سجلنا نجاحات معروفة حتى على مستوى أسرنا. الآن الميديا والإعلام داخل في آفاق أسرنا وماكو سيطرة على هذا النهج، ماكو سيطرة. بس أنا ما جاي أقول لك والله غنى وموسيقى. السائل ما واحد ما في يسمع يقول لك السائل والله بطلعني موسيقى حرام، غنى حرام، موسيقى بجا حرام، شو يسوي يعني؟ شو يسوي؟ حلال يعني وحرام؟ خب مو والله واحد يقول أنتوا والله متخلفين. ليش متخلفين يعني؟ شلون؟ احنا مو ملزمين ان نتعبد الله جل وعلا. الغنى حرام، شنو يعني؟ الموسيقى حرام اذا كانت طربيه ولا هويه حرام، مجوز. يعني شلون؟ شو تصير يعني؟ الدين الاسلامي يمشي على مزاجك او الدين على مزاجك؟ لا، خب ما يمكن. هو الله غني عن العالمين. نحن اكو بعض الناس يتصورون انه يعني الحوزه او الخطباء يحاولون ان يجرون شيء الى رصيدهم، يعني من وهم اكو والله ما ادري. انا ملاحظ بعض الناس شويه هواي يعني يتألم وهواي كذا، وقد يعني يصب جام غضبه على بعض النواحي. على شو هو الانسان اذا عنده يدفعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ينطي الامر بالمعروف على طبق جاهز. اما الانفعال والصراخ وكأنه وصي على العالم، هذا بالواقع ما يمشي الحكي هذا. وبالواقع الغريب يعني احنا الآن لما تجي لعلم الاجتماع يقول لك التعبير كله يختلف، ياخذ صيغة أخرى. يعني اللي يحب يغير مجتمعا اكو أساليب متطورة للتغيير. التغيير ما ينشأ من يوم وليلة مثل ما يتصور البعض. اكو بعض الناس يصور بس يحكي شاتين صار تغيير. شنو قوته؟ لذلك النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله القرآن دائما رغم شخصية النبي كانت مثالية، رغم شخصية النبي كانت فيها من العلم الاجتماعي الهائل، لأن هذا الرجل عاش بصدقه وأمانته في مجتمع كاذب، في مجتمع يتخطف الآخر، يعيش على الغزو، يعيش على التآمر، يعيش على الذل، يعيش على الرذيلة والقتل والاغتيال، ويبقى 40 سنة صادقا أمينا ويشتهر بصدقه وأمانته رغم أنوف المشركين. هاي شخصية مو عادية، لا، شخصية مو عادية. صلوات الله عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك يا رسول الله. في الواقع شخصية يذهل من الإنسان، يذهل من الإنسان. إنسان ما يستجيب للضغط الجمعي، إنسان ما يستجيب لما يدور حوله من السيطرة الاقتصادية. هذا في شيء غريب. على كل حال نحب إحنا من شبابنا اللي في الجامعات أن يتعمقون في شخصية النبي الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله ويظهروها إلى العالم، يظهروها في منصات الاجتماع، في منصات الندوات في الجامعة. أنا أعرف في الجامعة أكو ندوات مفتوحة، أكو لقاءات طلابية كذا كذا كذا، يندفع الإنسان. لا، ليش؟ إحنا عندنا قمم، شوفوا غيرنا من الشعوب عندهم ناس حشاك زباين خاصين الجو بيهم وما حد يخجل يحكي بيهم. إحنا ليش؟ إيش بينا؟ بس هو قوة، يراد له قوة نفس، قوة إرادة. على كل حال
لذلك ما هي هاي المسألة. اللي هو يمتثل خوفا له، اللي ما يمتثل الله غني عن العالم. الله كان يخبر النبي الأعظم يقول له يا رسول الله أنت لا تحزن، لا يحزنك الذين يسارعون، لا يضوجوك هذا اللي ما يلتزم ضعيف خليهم. النبي كان يحزن يقول له أنت لست عليهم بمسيطر خليهم. هذا الواقع، هذا الواقع. لذلك مولانا الإنسان يسيطر في بيته، في منزله، في محيط أسرته على هذا الإعلام. كلش مهم هاي المسألة. احنا ولو سقط واحد يقول لي ما عندنا بدائل، ممكن أقول لك صحيح، ممكن صحيح. ما نرغب في إعلامنا وفي واقعنا خاصة للأطفال، ما نرقى إلى مستوى جيد. ممكن. ليش؟ لأن في الواقع احنا مجتمعاتنا غريبة صراحة. أنا أقول هذا وأتألم. أنا من أقرأ في سيرة الإمام الحسين صلى الله عليه واحد يتألم صراحة. تألم. على العموم الآية المباركة تشير لنا إلى مسألة مهمة. من بعد طبعا ما ذكرت هذا وما أطيل في النقطة، لأن في الواقع نقاط كثيرة واسعة في هذا المجال اللي متعلقة في المجتمع، في صناعة المجتمع، وسقد نتطرق إلى هذه النقطة. لذلك تقول الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هنا سؤال يفرض نفسه في العالم. كيف؟ مسألة عندنا مرة احنا نعرف الواقع، نعرف الغيبة حرام، ونعرف الصدق واجب، ونعرف المروءة مستحبة، ونعرف الإحسان مستحب وقد يكون واجب، ونعرف المداراة واجبة. لكن السؤال الأهم كيف تطبق هذه المفاهيم؟ أنا كيف أجعل من ولدي صادق؟ أنا كيف أجعل من ولدي عنده فكر، عنده وعي؟ هاي مسألة مهمة. كيف؟ هذه المسألة المهمة. لذلك نقف هذه الليلة على أنصار الحسين سلام الله. أنت تسمع بأنصار الحسين سلام الله عليه، ونسمع بمواقف أنصار الحسين سلام الله عليه، لكن تعرف هؤلاء الأنصار من هم وكيف كانوا وماذا فعلوا وكيف وقفوا وكيف قدموا وكيف نشأوا. هذا مهم. تدري الآن أنت مستوى الأنصار هؤلاء السبعون بما فيهم أهل البيت سلام الله عليهم، هذا العدد القليل من هاي الآلاف المؤلفة، هذا يعتبر قليل جدا، يعتبر بالواقع يعني الخروج عن القاعدة. لذلك أنت حتى تعرف، وأنا أقول دائما أذكر الأخوة وأذكر دائما لإخواننا المسلمين، أقول هاي الأمة الإسلامية التي يقتل بين ظهرانها سيد شباب أهل الجنة، صبت رسول الله صلوات الله عليه، هاي آلاف مؤلفة قد تصل إلى آلاف، ربما تتجاوز حتى المليون. هذه مولانا يقتل بين ظهرانها الحسين سلام الله عليه، وما معه إلا 7 من الأنصار. وإذا خلفت 20-30 يوم كم واحد بالمدينة، ذول اللي شوي عندهم واقع يعني مع الحسين، وذول يعني بعض الأطراف، وحتى قد وجه لهم عتاب. شنو هاي؟ في غريب. هذا ليش مولانا هذا نشأ؟ مثل ما ذكرت لك بالأمس، وأرجع وأكرر ما يحتاجه الناس هو التربية والأخلاق. كيف تنشئ إنسان صادق؟ كيف تثبت على معاهدتك مع الله جل وعلا، أو مع المبدأ. هاي مسألة مهمة. لذلك حتى لا أطيل عليك في الموضوع، احنا في الواقع قد نستثمر بعض القضايا من أهل البيت سلام الله عليهم، من الحسين سلام الله عليه، في قضية من؟ في قضية الأنصار. شوف مولانا، من أهمية أن الإنسان يكون صادق، ينشأ صادق، ينشأ عند مبدأ، ينشأ هذا المبدأ يعديه إلى أولاده. ها شنو عندنا من قاعدة مهمة؟ القاعدة المهمة هي مسألة الوعي. والوعي هذا مولانا ما يتأتى بسهولة إلا من بعد شنو؟ إلا من بعد دراية. هذا شيء مهم. وطبعا هذا كله نحتاج إلى علم، نحتاج إلى تعليم. طبعا الأب والأم مسؤولين بالدرجة الأولى عن تربية الأسرة، وكذلك مولانا المحيط مسؤول عن تربية المجتمع. هاي مسؤولية احنا ناخذها على عاتقنا. كيف؟ شوف مولانا، اكو مصادر كثيرة
احنا الآن نحمده ونشكره جل وعلا نمر في هذا الموسم، موسم محرم. هذا موسم محرم كل واحد يسأل نفسه شنو اللي قدم لأسرته، شنو اللي قدم لأولاده وأطفاله، ما الذي جهزه واستفاد به من مدرسة الحسين سلام الله عليه، عنده شيء أو لا؟ شيء ضروري عندنا وما عندنا. مولانا مسألة الوعي جدا مهمة، أن الإنسان يعي محيطه، يعي ما حوله، حتى يعرف كيف يتعامل مع الأمور. مسألة مهمة جدا. شوفوا مولانا إمامنا زين العابدين سلام الله عليه، إمامنا زين العابدين سلام الله عليه عنده حديث، شوفوا ماذا ورد في هذا الحديث. يقول الإمام سلام الله عليه: وددت والله لو افتديت في الشيعة لنا خصلتين في الشيعة لنا. وددت والله لو افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدين. شنو هاي الصفتين؟ شنو هاي الخصلتين؟ قال: النزق وقلة الكتمان. النزق يعني العجلة، عدم التدبر. شوفوا من ذلك اليوم، شوف مولانا العجلة، عدم التدبر، هاي تعتبر من المسائل القاتلة. قلة الكتمان من المسائل القاتلة. هذا الإنسان يلتفت له. الذي يريد أن يبني إنسان، يبني مجتمع، أن يلتفت إلى هذه القضية، عدم العجلة. هواية احنا نوقع بالعجلة، سواء بالحكم على أخونا، بالحكم على أصدقائنا، بالحكم على قضية، بالحكم على مسألة، هواية نستعجل. هاي العجلة معضلة. هاي العجلة معضلة. الإمام يقول أنا أبديها ببعض لحم ساعدين. يقول هاي خصلة موجودة، خصلة خاطئة، خصلة غير صحيحة. تلاحظوا؟ لذلك هاي مسألة مهمة. عندنا بعد مسألة أخرى من المسائل التي تتعلق ببناء الإنسان. ببناء الإنسان، ما يتعلق ببناء الإنسان هو التعليم. إخواننا إحنا نحتاج إلى علم، نحتاج إلى علم. شوفوا مولانا العلم كيف يؤثر. أنا أذكر هاي المسألة لأن في الواقع تفيدنا كثيرا، تنفعنا كثيرا. العلم النافع، مو العلم الجدلي، مو العلم الذي يدور في محاور فارغة، لا، هذا قد نحتاجه في بعض المسائل. أما العلم الذي نحتاجه العلم الذي يطور النفس. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء كيف ثبتوا؟ هؤلاء ثبتوا لأن عندهم علم، لأن هؤلاء عرفوا الحقيقة. نحن نفتقر للحقيقة. العلم هذا شيء مهم. كيف أنا أوصل العلم إلى ولدي، إلى زوجتي، إلى نفسي أيضا؟ كيف أستطيع أن أفهم العالم؟ كيف أستطيع أن أؤثر بالعالم؟ شوفوا أنا أنقل لكم قصة، قضية جدا جميلة واي مهمة ونعرفها طبعا، نعرف آثارها. شوفوا مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، كلنا نعرف كم سنة وكم منبر وكم مصر شتم علي بن أبي طالب سلام الله. هذه السنة اللي وضعوها لشتم أمير المؤمنين سلام الله عليه. شو يقول له الشاعر؟ يقول له حسد إلى حقد وخسة معدن مطرت عليك وكلهن هتون، راموا بها أن يدفنوك بسعيهم فهالهم، أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفين، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا، ويهز سمع الدهر من كرنين، وتعيش من بعد الممات دلالة على أن ما تهوى السماء يكون. هذا الرجل اللي شتم، من رفع الشتم؟ رفع الشتم عن علي بن أبي طالب هو عمر بن عبد العزيز. زين، شنو القصة؟ وين أصلها؟ شوف شنو أصلها. هذا كان صغير يدرس عند معلم،
يدرس عند معلم، وهذا لما دخل على المعلم كان في نفس الشيء من عمر بن عبد العزيز، كان عنده في نفس الشيء. هو التفت قال له: شو أنا أشوفك أنت في نفسك شيء. لما صلى التفت إليه قال له: يا عمر، متى علمت بأن الله غضب على أصحاب بيعة الرضوان؟ هاي طبعا في عقيدة بعض المسلمين أنه ذولا في بيعة الشجرة الله رضى عليهم كلهم. على كل حال هاي فيها نقاش. التفت قال له: وشنو اللي صار له؟ قال له: خذ ما أدري. قال له: لماذا بلغني عنك أنك تشتم علي بن أبي طالب؟ شوف هذه الثمرة الصغيرة اللي بقت في نفسه، هذا العلم اللي أخذ العلم في وقته، بقت في نفسه هذا إلى أن وين جاءت له الأقدار أن يحكم المسلمين. لما حكم المسلمين خلى في ذهن أن مباشرة شو يسوي؟ يغير هذه النظرة. نجح ورفع الشتم عن علي بن أبي طالب. شوف البذرات الصغيرة. احنا لو نلتفت لهذه البذرات، بذرات رائعة، بذرات رائعة، لكن سبحان الله المجتمع ينسى. هاي المشكلة. شوفوا احنا جد مرينا بمشاكل بكذا لكن ننسى بسرعة. ما ننطيها لأولادنا، ما نخدم بها أولادنا. لذلك تبقى هذه المسائل. شو يقول ذا؟ يقول: المرء بأصغريه قلبه ولسانه. إذا ما تبني القلب وما تبني اللسان، شنو الفائدة مولانا؟ شنو الفائدة؟ ثبات الرجال، ثبات الإنسان، وهي مهمة يتبادلها الأب والأم، وحتى الإنسان يتبادلها عن نفسه، مهمة عن النفس. لذلك النقاط الرئيسية أن نظهر الفضيلة، أن ننشر المحبة. هذا واقع. أن تنشر المحبة كما كان ينشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا مولانا ماذا كان يفعل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. احنا كلنا نتداول سيرة النبي الأعظم. النبي الأعظم خرج من الدنيا وليس في نفسه كره لأحد، حتى لألد أعدائه. أن يسألوني بعض الإخوان وكأنه النبي الأعظم مثلنا. واحد يسألني يقول لي: سيدنا، إذا النبي يدري لو ما يدري؟ قلت له: يدري. شنو يعني؟ قال: ليش ما سوى؟ ليش ما طلق؟ ليش ما زوج؟ ليش ما أنفى؟ ليش ما طلش؟ ما ضرب؟ تعرفون شنو المعنى؟ أدري هو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات، وإنك لعلى خلق عظيم. شنو؟ أنت تجيب تقيس بروحك؟ أنا والله متعجب. يعني أنت تجي تقيس العظماء، تجي تقيس النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بيك؟ تقيسها بتفكيرك؟ هذا أنا تفكيري هيك. أنا أفكر هيك. إذا واحد شوي بس يضوجني أكره وأكره اللي جابني. بس واحد شوي سوالف أكره كله من فوق الجو وأحارب أضرب. شنو غير نفوس مريضة؟ أعوذ بالله. شنو هالمرض هذا؟ تريد النبي هم نفسه مسائل غريبة. هذا النبي سيد الكائنات. إنك لرؤوف، قل القرآن رؤوف رحيم، عند رأفة ورحمة ما حمل أحد. شوفوا مولانا النبي الأعظم يوم القيامة يقول: كل ينادي نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله ينادي أمتي أمتي. هذا كان مولانا يحمل الجوع والعطش والألم لأجل هذه الأمة. وإذا مولانا هذه الأمة متفرقة متمزقة، حائرة بالحوار، حائرة بالجدل، حائرة بقضايا لا تقدم لا تؤخر إلا في بعض المسائل المهمة، هاي نعم بالمهم. أما تلقى مولانا أمور أخرى لا، جدل لا يقدم لا يأخر. وين عطائنا؟ وين خدمتنا للدين؟ الإسلام يهدم، الإسلام يهان في العالم. وين صفحاتنا الرحمانية؟ أين حضارتنا؟ أين الإسلام الذي ملئ علم فكر سماحة؟ هاي مهمتنا نحملها احنا على أظهرنا وعاتقنا. هذا النبي الأعظم.
وحتى أهل البيت، حتى الحسين سلام الله عليه اللي احنا نحضر مأتم الآن سيد الشهداء صار هذا زهير بن القيم. زهير بن القيم شنو كان؟ وين صار؟ هذا الحر شوف مولانا الحر يأسفني أنا بعض المؤرخين وبعض الأقلام لحد هسه شايد على الحر. أنت منو أنت؟ ها؟ أنت منو؟ عندنا حتى مع الأسف بعض الشخصيات، تدري أكو عندنا في تاريخنا بعض الناس حتى بعض الشخصيات يعني كان ما يشجع على زيارة الحر، والحر تكفيه الإشارة. ليش؟ شنو صاير؟ شنو هالغلا هذا يعني؟ ما أعرف. سمعت تجيب أسماء بالنتيجة وتهم قد ما تعرف الأسماء. شنو هالغل؟ أعوذ بالله. النزق وكتمان السر هذا يهدم الرجال، يهدم الرجال. لذلك شوف احنا ما عندنا إنتاج. ليش ما عندنا إنتاج؟ الأسيرين عندنا أسير مغلق. ونتصور أنا في الواقع كلمة لكم وكلمة لكل أولئك أو لأغلب أولئك الذين على الفضائيات من السنة والشيعة. مولانا الكره إذا زرع في القلب ما يمكن السيطرة عليه بعد. أنت مو بكيفك، أنت ما عندك كنترول. هي مو لعبة، هي مو سيارة بيدك الستيرن وبيدك المقود وبيدك تغيير اسمه، مو بكيفك. ما يزرع في النفس ما السيطر عليه مولاي إلا إذا عندك سيطرة عالية، وهي ما موجودة عندنا احنا العامة، ما موجودة عندنا سيطرة عالية. احنا كلمتين نتقص من عندك. هذا الكرة ما تقدر تمسكه، مو كيفك تمسك الكرة. لذلك نبينا ماذا كان يزرع؟ كان يزرع المحبة. أهل البيت كانوا يزرعون المحبة. الحسين سلام الله عليه في يوم العاشر كان يزرع المحبة. الإمام الحسين على الأرض ذول هم يعرفون من الحسين. كان يهمهم يحرك شفتيه، في الرواية هكذا ورد يحرك شفتيه. ذول قالوا خاف الحسين يقوم علينا. وإذا مرنا ماذا كان يقول؟ كان يقول وحق جدي إني لعطشان. هذه الرحمة. نعم الحسين دعا على هؤلاء الطغاة عندما استحلوا جميع الحرم، فدعا على هؤلاء الطغاة بذاتهم بعد أن نصحهم ووعظهم إلى آخره. قد نمر به إن شاء الله في الليلة القادمة. هذا مولانا ما يزرعه الإسلام من الحب والمودة. نعم أنت وين؟ أنا ما أقول الإنسان فرق بين الحب وبين أن تظهر عقيدتك ومبدأك. فرق. شوف مولانا ما نجح به، أنا أقول هذه ما نجحت به بعض المدارس الغربية، أنها ماذا صنعت؟ بقت تدافع عن عقيدتها وعقائدها بصبر وتحمل، وإن مارسوا بعض النفاق، ولكن في النتيجة نجحوا في إظهار ما أرادوا وفي توسعة ما أرادوا. هذا ما يهمنا في هذه الساعة. نتعلم من الحسين الحب، نتعلم من الحسين سلام الله عليه الفكر والعلم.